تخيل النور قطع في شركتك وقررت تمشي فيها وهي مظلمة تماما، أكيد هتتخبط وحركتك هتبقى بطيئة. تفتكر هتكون عارف أنت رايح فين؟ أنت ماشي صح ولا غلط؟ عارف هتوصل إمتى؟ الإجابة المنطقية دايما لأ. حتى لو أنت حافظ المكان كويس جدا هتوصل بعد وقت أكتر وبمجهود أكتر بكتير. وده بالظبط اللي بيحصل لما تدير شركتك من غير بيانات. أنت مش هتبقى عارف أنت رايح فين، هتشتغل كتير جدا والمجهود هيكون مضاعف والنتيجة مش هتبقى على قد الشغل، أو على الأقل لا هتبقى مرضية ليك ولا لأهدافك. وفي الآخر مشاكل كتير ومفيش حل، حتى لو عدت المرة دي على خير. بس انت ساعتها هتكون عامل زي اللي دفع لمحصل الكهرباء فاتورة اسبوع واحد بس، وترجع تاني تدخل في الدوامة. الإدارة شايفة ان الموظف مش كفء ولا شايف شغله، والموظف هيرمي اللوم على زميله او على الإدارة او عليك انت شخصيا، عشان مفيش بيانات يقدروا يشتغلوا بيها ولا اهداف واضحة. فبالتالي فرص التحسين الحقيقية تقريبا معدومة، وهتكون مرتبطة بس بان احنا بنطفي الحريقة دلوقتي. يا صديقي انت اصلا مش عارف انت فين عشان تعرف انت هتطور ايه. خد عندك بقى، الشركة بتخسر فلوس. تاخد الاتقل، الشركه اصلا مش عارفه انها بتخسر فلوس. تخيل بقى ان اي حته في الشركه بتاعتك ملهاش بيانات هيحصل فيها كده. طيب انا عايز ابدا منين واعمل ايه؟ الملفات كتير وكلها مفتوحه، انتاج، صيانه، جوده، ماليات، وحاجات تانية كتير. طيب خلينا في الكلام المهم ونشوف هنبدا منين. اولا فكر انت عايز تعرف ايه وليه، ولم البيانات الخاصه بالموضوع ده في الاول بس لحد ما كل حاجه عندك يبقى ليها بيانات. هات لي بقى الاكسل ده على جنب وابدا اعمل فورمز تلم فيها البيانات انت وفريقك. بعدها بقى تبدا تحطها على الاكسل وتشوف مؤشرات الاداء. لو لقيت مشكله تبدا تشتغل على حلها فورا. واخر حاجه ابدا وسع دايره تجميع البيانات لحد ما كل حاجه عندك يبقى ليها بيانات. وبكده اقدر اقول لك مبروك، انت دفعت فاتوره الكهرباء لسنين ومش هتعيش في الضلمه تاني.